أمام منزل ميسي نلاحظ ابنه يصنع دراجة عجيبة من البطيخ، مجنون صغير مليء بالأفكار الغريبة. وفي الجهة الأخرى ابن رونالدو يريد أن ينافسه، قرر أن يصنع دراجته الخاصة لكن من الليمون. انطلق السباق الكبير وكل أب يشجع ابنه بحماس لا يوصف، لكن ابن ميسي حاول أن يغش مثل ما يفعل أبوه أحيانا في الملعب، فرم قشرة موز فسقط ابن رونالدو وبدأ يبكي طالبا المساعدة من أصدقائه. ومنكم أن تشتركوا في القناة، لكن بالصبر والعمل الجماعي صلح دراجته وانطلق بسرعة من جديد. وفي مفاجأة مذهلة ابن رونالدو فاز بالسباق وكريستيانو يفتخر به أمام الجميع. الغش قد يفوز للحظة، لكن الصبر والجهد الحقيقي هما سر النجاح.